نظرية الانفجار العظيم في خطر، والسبب هو تلسكوب جيمس ويب. تلسكوب جيمس ويب الفضائي، هذا التلسكوب الرهيب والعجيب اللي كلش احبه، بالاشهر الماضيه اكتشف اقدم المجرات بالكون مالتنا. تحديدا اكتشف مجره سموها MOM Z14. هذه المجره تكونت بعد 280 مليون سنه فقط من الانفجار العظيم اللي صار قبل تقريبا 14 مليار سنه. الانفجار العظيم هو هذا الحدث اللي من عنده انوجد الكون مالتنا، والكون ظل يتمدد ويتوسع وصارت به كل هذه المجرات. فهذه المجرات عمرها كلش طويل، وتكونت بعد فتره كلش قصيره من الانفجار العظيم. وهذا الشيء غريب، احنا متعودين المجرات تحتاج زمن اطول حتى تتكون وفق النماذج الموجوده حاليا بعلم الفلك. فهذا الشيء معناته يا اما المجرات تتكون اسرع مما احنا نتوقع، وبالتالي لازم نعدل النماذج مالتنا الموجوده حاليا، او ان الكون بدا بنقطه بعد اكثر من 14 مليار سنه. واكو شغله ثانيه جاي تهدد نظريه الانفجار العظيم. واحده من اقوى الدلائل على هذه النظريه هو ما يعرف باشعاع الخلفيه الكونيه المايكروي، مجموعه من الاشعه الكهرومغناطيسيه الموجوده بكل الكون مالتنا. يعتقد ان هي بدت ويا بدايه الكون وظلت تستمر هذه الاشعه الكهرومغناطيسيه، ونقدر هسه نرصدها ونحللها ونعرف من عندها شلون بدا الكون مالتنا. ولكن اكو بعض العلماء حاليا جاي يقولون انه ما دام اكو مجرات تكونت بعد فتره كلش قليله من الانفجار العظيم، معناته انه هذا الضوء اللي ما يعرف باشعاع الخلفيه الكونيه المايكروي هو مو كله جاي من الانفجار العظيم، انما البعض من عنده جاي من الضوء اللي يصدر من هذه المجرات. فبالتالي لازم ندرسه اكثر وبشكل اعمق حتى نعرف بالضبط شنو الضوء اللي جاي من المجرات، شنو الضوء اللي جاي من الانفجار العظيم. طبعا كل هذه لحد الان هي دراسات اوليه، وماكو اي شيء يعني مثبت بشكل قاطع. نظريه الانفجار هي راح تظل هي النظريه السائده حول بدايه وتطور الكون، واكو دلائل طبعا كثيره عليها لحد الان ما حد قدر يفندها. ولكن هو هذا الجميل بالعلم، انه دائما نحتكم للادله الموجوده حاليا والبيانات. كل ما تطور الادوات اللي عندنا لازم نعيد المراجعه بالنظريات القديمه ونشوف هل بعدها تصمد في وجه الدلائل الجديده، لو هل يحتاج نطورها او نستبدلها ربما بنظريات جديده.